إذن هذا المجلس الوطني التأسيسي بأغلبية 154 من الأصوات ضد 38. والمحتفظين قداش؟ 11 محتفظ يمنح الثقة للحكومة تطبيقا للفصل 15 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطات العمومية. والآن أدعو السيد رئيس الحكومة وتطبيقا للفصل 16 بعد نيل ثقة المجلس أدعوه إلى أن يستقيل رسميا من عضوية هذا المجلس، حيث أنه كان عضوا به، مش يخلي بلاصة لا محالة، لكن هذا هو القانون. تفضل سي حمد. بسم الله والحمد لله. السيد الرئيس، السادة والسيدات الأعضاء، نحمد الله تعالى على ديمقراطيتنا الفتية مما أظهرته من حوار ثري حر وعميق في مناخ من الاحترام الكامل والبحث عما يخدم مصلحة تونس وشعبها. وهذا يبرهن على المستوى الذي ارتقى إليه مجلسنا الموقر. فباسمي ونيابة عن أعضاء الفريق الحكومي أتوجه إليكم جميعاً بجزيل الشكر على الثقة التي منحتموها لنا، وأمامكم وأمام شعبنا نعاهد الله أن نكون أوفياء لدماء شهدائنا ولطموحات التونسيين والتونسيات جميعاً، أمناء على أهداف الثورة في الحرية والكرامة والتشغيل والتنمية الجهوية العادلة والعدل والأمن. ونعيدكم باسم الشخصي وباسم الحكومة أن نتعاون مع المجلس الوطني التأسيسي على الارتقاء ببلادنا وحماية المكتسبات التي دافع عليها شعبنا، ودفعا للإصلاح في كل المجالات. شكرا لشعبنا الأبي، شكرا لكم إخواني وأخواتي، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. إلى السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي المحترم، بعد فائق الاحترام وعملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 16 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطة العمومية، وبعد أن نالت الحكومة التي أترأسها الثقة من مجلسكم الموقر، فإنني أتقدم باستقالتي من عضوية المجلس
والله أسأل أن يكون التفاعل بين مجلسكم الموقر وبين الحكومة محققا لمطامح شعبنا وتحقيقا لأهداف ثورتنا. والسلام عليكم ورحمة الله.